لكن الباقي خطير خطير خطير. هقيم كده واديلهم الترتيبات بتاعتهم. يا جماعه يلا نجرب انواع جديده من الايس كريم، بما اننا في الصيف والجو حر جدا. كل يوم باكل واحد ايس كريم، بس كل يوم بجيب نوع مختلف عشان ابقى جربت كل الانواع. فالمره دي هنشوف منتج وندرفيل باربع انواع جداد، اول مره هجربهم معاكم دلوقتي. ويلا نبدا على طول قبل ما يسيحوا. انا لسه طالعه من الفريزر حالا، فيلا دلوقتي نجربهم مع بعض. تعالوا نجرب اول واحد وهو شكله مدور كده. تعالوا نشوف هو بطعم ايه. ايس كريم البندق الصقلي والشوكولاته بقطع البندق، يعني هو كله بندق في بندق، فده شكله. يلا نفتحه ونشوفه ونشوف طعمه. واو ايه ده، الله شكله كيوت قوي قوي قوي. بصوا عامل ازاي، شكله حلو قوي يا جماعه، واو. يلا بقى ندوق ونبطل بقى تفاهه. فتعالوا ندوق نشوف طعمه حلو ولا لا. انا عن نفسي البندق يعني مش من مفضلاتي قوي، بس يعني المكسرات كلها مفيده يا جماعه، لازم تاكلوا مكسرات. فيلا ندوق اللي بطعم البندق. فعلا يا جماعه طعمه بندق قوي، مليان بندق. الشوكولاته البيضاء اللي بره فيها بندق كتير مكسر، كريمه من جوه طعمها بندق، طعمه حلو قوي. انا بالنسبه لي عشان مش بحب البندق طعمه مش مضايقني، علشان حاسه ان البندق فيه مقبول مش كتير قوي، بس حلو قوي قوي يا جماعه، عجبني. مش مسكر قوي، مش هيقلب البطن يعني، لذيذ لذيذ. 9 من 10. ندخل على اللي بعده وهو برضو وندرفيل ايس كريم بالزبادي توت. يعني ده هيلثي 100% عشان ده بالزبادي، فده اكيد هيطلع طعمه حلو. اللي بيحسب السعرات بتاعته يجيب الايس كريم اللي بالزبادي ده. يلا ندوق ونجرب مع بعض. انا عن نفسي ممكن طبعا اجيب اللي بالزبادي ده، علشان انا بحب الحاجات الصحيه اكتر في حياتي يعني. بصوا هو شكله بينك كده، لونه بينك شويه وفي حاجات حمرا كده. يلا ندوق. جميل قوي، طعم التوت باين فيه قوي. التوت كمان عارفين اللي هو سويت اند سور، في لذاذه كده. بجد يا جماعه عجبني جدا. فطعم التوت والزبادي عاملين ميكس كده مزازه لذيذ جدا، في حموضه. طبعا الشوكولاته اللي بره دي بيضه فمسكره، فعامله كده معادله جميله جدا. ده هديله 10 من 10 عشان عجبني جدا، وهجيبه تاني يا جماعه. وندرفيل بالزبادي والتوت لازم تجربوه. يلا ندخل على ثالث واحد معانا من ايس كريم وندرفيل. ده شوكولاته مع صوص الكراميل وقطع اللوز. في لوز يا جماعه، اول مره هاكل ايس كريم فيه لوز. فتعالوا يلا نشوف الطعم. طعمه حلو، مليان شوكولاته. الشوكولاته بتاعته قويه جدا جدا، طعم الشوكولاته باين جدا. طعم اللوز يعني عادي، حاسه ان فيه مكسرات بس يعني مش باين بقى طعم اللوز قوي، بس هو المكسرات اهو زي ما انتم شايفين. هي المفروض ان هي من جوه ومن بره. طعم الشوكولاته طبعا اللي باين اكتر حلوه قوي، برضو هديله ده 9 من 10. جماعه انتوا عارفين اوحش حاجه ممكن تحصل وانا بصور ايه؟ ان الكاميرا تقف وانا بصور وفاكراها بتصور. يعني احساس وحش قوي بعد ما اخلص والاقي الكاميرا ما كانتش بتصور. فانا كنت بكلمكم على الايس كريم ده اللي بطعم اللوز، كنت قيمته بصراحه 9.5 من 10. حلوه قوي يا جماعه، الشوكولاته فيه تقيله، اللي بيحب الشوكولاته بجد لازم يجيب ده. ده حلوة قوي، الشوكولاته بتاعته واضحه 100%. فجربوا اللي بالشوكولاته اللي باللوز. الشوكولاته اللي باللوز خطيره بجد. تعالوا ندخل بقى على اخر واحد معانا وهو بالشوكولاته البلجيكيه. فتعالوا ندوق اللي بالشوكولاته البلجيكيه. طبعا عمري ما اكلت شوكولاته من بلجيكا، فتعالوا نكتشف ونجرب مع بعض الشوكولاته البلجيكيه لما تتحط في الايس كريم هتبقى عامله ازاي. هقول لكم تقييمي دلوقتي، بس هدوق تاني معاكم يمكن اغير رايي، مش عارفه، اشوف. اهو رايي مش هغيره بصراحه، ما عجبتنيش، ما انبهرتش. الشوكولاته عاديه قوي، تحس ان هي الشوكولاته خفيفه. فبصراحه يعني ده مش احسن حاجه خالص. هقيمه 6 من 10 كمان، عشان طعم فعلا خفيف، عامل زي دورسي العلبه الكرنفال دي. الشوكولاته بتاعته متهيألي دورسي احلى منه كمان. العلبه دي ما عجبتنيش خالص خالص يا جماعه، يمكن دي اقل واحده ما عجبتنيش. اخد 6 من 10. لكن الباقي خطير خطير خطير. هقيم كده واديلهم الترتيبات بتاعتهم. اول واحد هياخد الدرجه الاولى هو الشوكولاته اللي باللوز. خطيره خطيره يا جماعه بجد، لازم تجربوها. دي واو، شوكولاته يعني كثيفه، شوكولاته سميكه، شوكولاته تقيله حلوه قوي، لازم تيجي تجربوها. دي في المركز الاول. المركز الثاني اللي بالزبادي والتوت، خطير، اللي بيحب الحاجات المززه مع السويت، خطير جدا جدا وهيلثي كمان.
ده في المركز الثاني. ده في المركز الثالث حلو قوي برضو بالبندق. اللي بيحب الايس كريم البندق هيحبه قوي قوي بصراحه. منتجات عجبتني ما عدا ده. جماعه تعالوا نجرب ايس كريم جديد من وندر فيل بطعم الكوكيز، بس كاتبين عليه بيربل كوكيز، يعني من جوه هيبقى لونه بيربل ومن بره هيبقى فيه شوكليت وكوكيز. فيلا انا متحمسه جدا ان انا اجربه معاكم دلوقتي، بما ان الجو حر واحنا محتاجين على طول ايس كريم في الوقت ده. يا جماعه اقول لكم سعره يا جماعه بس مش متاكده، هو تقريبا يا 15 جنيه يا 20 جنيه. دلوقتي ادوق معاكم ونجربه ونقيمه ونشوف طعمه حلو ولا. دقته يا جماعه وعايزه اقول لكم ما هذا الجمال يا جماعه، طعمه خطير. انا عمري ما دقت طعم بالحلاوه دي. طعمه كريمي جدا وطعمه كريمي مسكر مع قرمشه. طعمه غريب وجديد ويعني غني، ايس كريم غني. كمان الكوكيز اللي متكسر في الشوكولاته ده عامل كده كرانشي مع الايس كريم. طعمه جامد قوي، هديله 1,000,000/10. لازم تجربوه يا جماعه. تعالوا نجرب ايس كريم وندر فيل بطعم الكوتون كاندي، بما اننا بقى في الصيف والجو حر وعايزين بقى حاجات ساقعه من دي كتير وايس كريم كتير، فتعالوا نجرب الطعم الجديد ده كوتون كاندي. واو شكله حلو قوي. دي هتلاقيها بقى شوكولاته بيضه ومن جوه لونه بيبي بلو لبني، شكله حلو قوي. تعالوا ندوق. واو جامد. الشوكولاته البيضه فيها فانيليا كده حلوه قوي، ومن جوه بقى لونه من جوه كده طعم الكوتون كاندي بالظبط بالظبط. طعمه روعه. لازم تجربوا الكوتون كاندي ده يا جماعه، هيعجبكم قوي. بس كده ده كان فيديو النهارده. ما تنسوش تشجعوني باللايك وتشتركوا في القناه وتشيروا الفيديو لاصحابكم. استنوني في فيديوهات جديده ويلا باي باي. اشوفكم في الفيديو الجاي.